ليه دايما في مراجعات الافلام والمسلسلات بيتم استخدام مصطلحات كتير انجلش زي سيكوال وبريكوال وحاجات تانية كتير؟ هل ده من باب الفزلكه يعني وسهل عادي ان احنا نتكلم عربي كله بس احنا المعقدين؟ مبدئيا كده خليني اقولك ان في كلمات اصلا من ساعه دخول عصر التكنولوجيا عموما هي كلمات اجنبيه وملهاش ترجمه في اللغه العربيه مباشره، او هتبقى صعبه جدا وغير دارجه خالص لو استخدمت ترجمتها. ابسط مثال على ده هو اللي انت بتتفرج عليه حالا دلوقتي، وهو عباره عن فيديو. عمرك ما هتقابل حد بيقولك في وسط الكلام وانتوا بتتكلموا كده: شفت يا صاحبي المقطع المصور صوت وصورة اللي انتشر الفترة اللي فاتت دي؟ كلمات تانية زي تكنولوجيا، كاميرا، فيلم، سينما، مونتاج وغيرها كتير. بالتالي بدل ما اقولك جملة عمل مشتق من العمل الاصلي ولكن احداثه بتدور قبل احداث العمل الاصلي، بقولك كلمة بريكوال اللي خلاص اتفهمت واتعرفت ان ده معناها، وللاسف ملهاش ترجمة او شرح اقصر من كده. ومثال عليها مسلسل هاوس اوف ذا دراجون اللي هو بريكوال لمسلسل جيم اوف ثرونز. نفس الكلام بالظبط كلمة سيكوال معناها عمل مشتق من عمل تاني واحداثه بتدور بعد العمل الاصلي، زي بالظبط فيلم الكامينو اللي هو عبارة عن سيكوال لمسلسل بريكنج باد. واخيرا كلمة سبين اوف، وهي كلمة شاملة للمصطلحين اللي فاتوا ومعناها بكل بساطة عمل مشتق من عمل تاني. اخدنا شخصية او خط من الاحداث وعملنا له مسلسل لوحده في نفس العالم ولكن باحداث تانية خاصة بيه. هننزل فيديوهات تانية كتير بنشرح فيها مصطلحات اكتر للناس اللي بتحب السينما، وهتخليك تفهم كل المراجعات والترشيحات خصوصا الاجنبية، فتأكد انك تكون عامل فولو.